صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. بكينا ضحكنا، الحياة مستمر. والسن مش بالأرقام دي، بس ايه كلمة كده هزودها بعد كده لحد ما ربنا يفتكرني. السن مش بالأرقام، السن بروحك الحلوة، بانك تبقي راضية، بانك تبقي عندك قناعة، بانك انتي ما تشغليش بالك غير بنفسك. بصي، كلنا في الوقت ده وفي السن ده جدود اجداد، عندنا احفاد. خلاص يا جماعه، قضينا رسالتنا وعملنا اللي علينا، واولادنا خلاص داخلين على الخمسينات والاربعينات. هتعملي لهم ايه اكتر من كده؟ عارفين هتعملوا ايه؟ الحاجه الوحيده اللي تعملوها الدعاء. لا تكلوا ولا تملوا من الدعاء لأولادكم ولأحفادكم. دي وصية ونصيحة بقولها لكل أب وأم. حتى لو انت واخدة على خاطرك من ابنك أو بنتك، برضو تدعي لعل وعسى. الهداية بإيدين ربنا. دي حتة كده بقولها وانا داخلة على سنة جديدة من عمري. يا رب اديني الصحة والعافية، وما ترقد لي جتة ولا اكون عالة على حد. ادعوا الدعوة دي لنفسكم، كنش عالة على حد ابدا، وافضل ماشية على رجلي لحد ما ربنا يفتكرني. الحاجة اللي هتخليكي ماشية على رجلك الى لما ربنا يفتكرنا الصحة. طيب، لما انا بلعب رياضه، انا نازله اهو هلعب رياضه الحمد لله، ربنا يقدرني دايما، مش عشان اكون غزال او اكون مانيكان او اكون، لا، علشان اقدر اكمل اللي باقي من عمري وانا على رجليا، محدش يشيل ويحط فيا. ما بقاش عالة على حد، لا ماديا ولا صحيا ولا اي حاجه. هخش في حتة تانية بقى، دي لاحظتها وعاوزة اتكلم فيها لعل وعسى برضو الناس تسمعني. لما يجي حد من أسرة أقل من متوسطة وأقل من المتوسطة المتوسطة، يجي يجوزوا ولادهم، ليه تكلف نفسك أكتر من اللي تقدر عليه؟ ليه تبقى يعني مش عارفه اقول ايه. كل واحد يعيش على قده، كل واحد يمشي على قده. هتبقى اغنى واحد في العالم. انا بقول اغنى مش بالفلوس، لان حاجتك مكفياك وراضي. ما تجيش على نفسك. النهارده بنسمع الناس اقل من المتوسط قد ايه بيكلفوا الجوازات بتاعت بناتهم وولادهم. ليه يا جماعه؟ ليه؟ لما انا ما معيش ما يلزمنيش، وولادي لازم يبقوا عارفين ظروفي برضو، علشان ما يكونوش اقول ايه، ما يكونوش ايه يا جيهان، مستسهلين الموضوع ويقهروكوا بطلباتهم. ما تدلعهمش ويقول لك انا عاوز حاجه فلانيه، تقول له عينيا بكره تكون عندك. ليه؟ طب لو مش معاك ليه بكره تكون عنده؟ هتجيب منين؟ بلاش حكايه المغالاه في وبعدين الافراح. طب انتي او انت جهزتوا ولادكم، مش عارفه، دستتين 3 ملايات، 10 دست كوبايات، مش عارفه طقمين، كم شبشب، كم فستان. ليه خلصنا ده؟ ايه بقى لازمته الفرح؟ ما كفايه كتب الكتاب. ويا ريت في البيت يكون الاهل والاحباب والاصدقاء والجيران بتوع زمان حوالينا، ييجوا نقدم شربات، نقدم بونبوني، نقدم شوكولاته على قد ما نقدر.
انا بس كنت عاوزه اقول الكلمتين دول لانه تعبني قوي، لاني بشوف حالات كتير بلاقي الطبقه دي قد ايه بتغالي بدون داعي في المواضيع دي. اقول لكم ايه، باي باي، وهروح النادي العب الرياضه بتاعتي، ويا رب كل واحده شايفاني دلوقتي وسمعاني تقوم تاخد دش، تلبس، تنزل، اضعف الايمان امشي حوالين بيتك نص ساعه. اقول لكم ايه، باي باي.